السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة ان شاء الله هنقفل طقم الفيرزاتشي اللي احنا قصيناه المرة اللي فاتت بطريقة مختلفة عشان قماش مصرية. فقصينا بحيث ان احنا لما نيجي نقفله يبقى خياطتنا كلها ناحية البرسل اللي هو ده، مش ناحية القص. هوريكم برضو الفرق بين الاتنين دلوقتي واحنا شغالين. اول حاجة هعملها هوريكم الدواسات اللي احنا بنشتغل بيها، اللي احنا بنستعملها. دواس القرنشة اللي هو الدواس ده دواس القرنشة. دي دواسة البرم، دي مقاس 3. بصوا بتلاقي مكتوب هنا في الحتة دي بس من فوق بس مش باينة 3. ده اللي بستعمله دواس البرم، ده اللي بتني بيه ديل الكورنيش. طبعا الكلام ده انا قلته كتير بس لو حد اول مرة يسمعني. ده الدواس العادي اللي هو التاني العادي اللي بتني بيه الاكياس، الخداديات، الملاية نفسها. دي الدواسات اللي احنا بنستعملها. في برضو حاجة كل مرة بنوه عليها وبقول عليها، هنا في مسمار، ده اللي ببدل منه الدواسات. المسمار ده احنا بنطلعه لله على روح بابا الله يرحمه. اي حد عايز المسمار ده هو موجود من غير فلوس، عشان كل ما تشتغلوا وتستعملوه تدعوا لبابا الله يرحمه. اول حاجة هستعملها هحط دواس البرم، يعني ده الترتيب بتاع شغلي. بحط الاول دواس البرم. بصوا المسمار ده بتزقيه كده من بره لهنا، ده فيه زي سوستة. اول ما بتزقيه كده بيطلع مسمار من هنا، بتدخلي الدواس ده بس كده اهو. الدواس ركب، اقوم رابطه كده الصاموله بتاعت المسمار من هنا، بدل ما نقعد نفك من هنا ونربط وتبقى شغلانه. ده بيسهل كتير جدا الخياطه، كل شويه بنقعد نبدل في الدواسات، فده بيسهلها. اول حاجه بسم الله بنتني الكرانيش كلها، كل الكرانيش، كرانيش الخداديه وكرانيش الملايه. هي دي الكرانيش اللي هنستخدم لها دواس البرم. طيب بستعمل ازاي دواس البرم؟ عشان بس ايه ناخد بالنا، لان دواس البرم في الوصلات بيضايق، والملايه والكورنيش ده فيه وصله، فهوريكم ازاي في الوصلات بنعمله ازاي. عايزه اوريكم بس الاول الفرق بين ان انا اتني الكورنيش ده في اتجاه البرسل كده، في اتجاه البرسل، وعكس اتجاه البرسل. هوريكم الاول لما باجي اتنيه في عكس اتجاه البرسل بيضايقني ازاي. بصوا يعني مثلا انا لو هعمل كده وهبقى اقص الحته دي، لو هاتني كده في اتجاه البرسل، اول حاجه بمشي كده حته صغيره في المكنه، وبعد كده بمسك القماش بدخله في اللفه بتاعه البرم. دواس البرم فيه زي لفه كده من هنا، بدخله فيها كده بحيث ان هو يلف عليها، وبقوم ماسكه القماش لفوق. دي اهم حاجه. بصوا امسك القماش لفوق كده، وهي المكنه بتعمل برم لوحديها. بس بصوا وانا بعمل البرم في حته طلعت عشان مش مظبوط القص، مش القص اللي مني، لا هو القماش نفسه بيبقى وارب، لانه بيبقى في مطه في حاجه مش زي البرسل. بصوا بيبقى عامل ازاي، كانه عامل كده يعني مش عدل. بصوا كانه ملولو، شايفين اللولوه بتاعته؟ بصوا عماله افرد فيها اهو. بصوا اللولوه ده لو عملت التانية، وطبعا اللي بيتني المصريه عارف الكلام ده. بصوا كمان انا حاطه خيط اسود من تحت ما غيرتوش، المفروض اغير الخيط الاسود. بصوا باين قوي كده في الخيط الاسود. هنغير الخيط، نحط نفس الدرجه. يعني انا شغاله بخيط بلبني، احط لبني في علبه اهو، انا حاطه فيها المكوكات كلها. المكوك اللي بيتبقى مني بحطه فيها. يعني تنظيم الشغل ده مهم جدا، لان الحاجات دي صغيره وبتقع وبتملي فتل وبتعكسك في الخياط. هنيجي نقص بقى الحته اللي احنا عملناها، اللي انا وريتها لكم التجربه دي، وبرده هوريكم التجربه في الكرنشه. برده هوريكم الكرنشه لما نيجي نكرنش في اتجاه القص، عشان تعرفوا الفرق بين الاثنين. ان انا لما قصيت في اتجاه البرسل بطريقه مختلفه، قصيت عشان التقفيل ده، مش عشان القص نفسه، كمان عشان التقفيل وعشان الشكل العام بعد ما بتقفلي الطقم. بصوا مش عارفه حتى اقصه، بصوا ملولي وازاي. دي كانت المشكله اللي بتقابلنا كلنا
مع المصريه. بصوا شكله عامل ازاي، ملولو كله. طيب تعالي بقى انا هخيط في اتجاه البرسل اللي هو ده. هعمل ايه؟ نفس الحكايه، هاتني كده حته صغيره خالص واقوم حطاه تحت الدواس بتاع البرم. انا بقول اهو اللي هو اول مره يستعمل دواس البرم او اللي ما بيستعملوش، لان احنا الاول كناش نستعمله، كنا بنتضايق منه لحد لما فهمنا بيستعمله ازاي. بصوا خلاص دخل القماش لف على الحته بتاعت الدواس من هنا. بعمل ايه بقى؟ ايدي دي اهم حاجه ظابطه القماش من هنا، ما بسيبش القماش يروح ويجي، ايدي ظابطاه، ودي مرفوعه لفوق، دي اهم حاجه. ليه بقى؟ لان دواس البرم بياخد كتير جوه واوقات بياخد قليل، فظبطه ايدك اللي بتخلي الحاجه مظبوطه. لا اما تديله كتير يبقى عندك تانية تخينه قوي، لا اما تديله قليل يبقى عندك تانية رفيعه وحلوه، ما تبقاش حته وحته. بصي ايدي رفل، بصوا ايدي كده لفوق، وفي نفس الوقت ما بخليش الدواس يسحب كتير. يسحب على قد البرم بس. اول ما اجري الوصله هوريكم بنعمل ازاي في الوصله. انا برضو مش متحكمه قوي عشان الستاند بتاع التصوير، لان حبيت على قد ما اقدر اقرب لكم الكاميرا عشان يبقى التصوير واضح. بصوا بقى الحته بتاعت الوصله اهي، هي دي اللي كانت بتضايق تحت دواس البرم. بعمل ايه؟ بمسك كده الحته دي واخدها كده بسبعه، يعني اخدها كده من هنا من تحت كده لفوق كده. بصوا يعني قصيتها على شكل سبعه بحيث تبقى جايه كده، شايفينها واضحه كده، جايه من هنا متاكله قوي وطالعه على ما فيش. واقوم ماسكه كده وادخل اخلي الخياطه اللي هي الوصله دي الناحيه دي كده، تانية الوصله الناحيه التانية دي، يعني مع اتجاه البرم، مع اتجاه دواس البرم كده اهي، ولا كأن في وصله ولا كأن في حاجه، ولا ضايقتني ولا كلكعت ولا اي حاجه خالص. بصوا اهي، استنى همشي حته تانية. خلصنا كده الكورنيش بتاع الملايه. بصوا اهي ادي الوصله. بصوا التانية عامله ازاي، مفيش وروره مفيش اي حاجه خالص. فرق كبير بين دي وبين دي. بصوا الفرق، مش عارفه واضح الفرق ولا لا. بصوا الفرق بين دي وبين دي نظيفه جدا، شايفين الخياطه نظيفه ازاي اهي من قدام ومن ورا. بصوا النظافه. ده البرم. هعمل الكرانيش اللي هي بتاعت الخداديات بنفس الطريقه. خلصنا برم الكرانيش بتاعت الخداديات وكرانيش الملايه. هنبدا نركب دواس الكرنشه اللي هو ده، وهنبدا نكرنش. انا جبت لكم حته قماشه عشان ما نقعدش نقصقص في الكرانيش اللي احنا عاملينها. دي مقصوصه في اتجاه هنا من اتجاه البرسل، وهنا القص العادي حتى تانية التاجر اهي. هنكرنش من اتجاه العادي. هوريكم الفرق بين الكرنشه في الاتجاه العادي والاتجاه البرسل، لان انا الفيديو اللي فات قلت لكم هنزل لكم اللينك بتاع الرابط بتاع الفيديو ما لقيتوش. اول حاجه بزود الغرزه. بصوا شايفين ده اللي بيزود الغرزه، يخليها على 1 2 3 4 5. انا بخليها على اعلى حاجه، بخليها على 5. ده في الكرنشه، دي اول حاجه بعملها. بعد كده بقوم عامله كده بص وانا بكرنش تحسي ان القماش بيجي كده من هنا، بيجي كده بيضايقني، مش جاي عدل، مش ماشي كويس معايا، لا بيلوح مني. بصوا بيروح ويجي. تعالي بقى شكل الكرنشه نفسها، يعني شكل الكرنشه. بصوا
تحسي مش نازل كده حته واحده. هوريكم بقى الكرنشه في الاتجاه البرسل اللي احنا، هوريكم دلوقتي الفرق بين الاثنين. يعني بعد ما اخلص دي هكرنش دي الكرانيش بتاعه الخداديات. بسم الله. بصوا اهي، ما بتجريش كده وكده مني، يعني ما بتقعدش تلوح مني واقعد اظبط فيها، لا بتمشي على طول عدله اهي. بصوا مسطره ماشيه، مش معوجه. بصوا بقى شكل الكورنيش عامل ازاي، بصوا كانها متسرحه. بصوا الفرق بين الاثنين. هوريكم برضو الفرق بين الاثنين تاني، هحط لكم الاثنين جنب بعض عشان تعرفوا وتتخيلوا الفرق بينهم اهو. بصوا دي كأن مفيش كرانيش. بصوا دي، مش عارفه الفرق كده واضح في الصوره. بصوا حتى من هنا من فوق، بصوا دي من فوق عامله ازاي كأنها منعكشه كده. بصوا دي من فوق، من هنا مظبوطه. ده الفرق بين الكرنشه في اتجاه القص والكرنشه في اتجاه البرسل. تمام. عشان كده قلت لكم الكرنشه في اتجاه البرسل بتريح جدا وبتديكي كانك مديه كرانيش كتيره، انما في اتجاه القص حتى لو عملتي كرانيش كتيره مش بتبان. تعالي بقى في الوصله، بنعمل ايه في الوصله؟ انا الوصله دي تانيها كده عليا الناحيه دي نفس الحكايه، من فوق هتنيها برضو عليا كده وانا بعمل الكرنشه، عشان لما اجي اركب الكرانيش ما يبانش ان في وصله اصلا، خصوصا لو في وصلات كتيره. لان في ناس وانا يعني بشوفهم مصورين اطقم بتبقى الوصله كده باينه وشكلها مش لطيف. احنا عايزين الطقم يبقى شكله حلو، حتى لو في وصلات كتيره او قليله ما يبقاش باينه. بصوا اجي عند الوصله واقوم تانيها تانيه كده كبيره واقوم مكرنشه. اجي بقى وانا بركب الكرانيش اركب على طول من غير ما اتني الحته بتاعت الوصله. بصوا الحته بتاعت الوصله اهي فين، كأن يعني وانا وهو الطقم متركب كأنها من ضمن الكرانيش، مش باين ان هي واصله. وهوريها لكم وهي متركبه. هكمل باقي الكرانيش كلها وهوريكم بقى بنركب ازاي على الملايه الكورنيش والفرزاتشي.